جلد الذات اليومي، انا مش عارفه انجح، انا مش كفايه، انا استحاله اقدم المشروع ده كويس، انا دايما وانا وسط الناس اكيد الكل مركز ان انا مش احسن واحده فيهم. الموضوع مش بيستمر بس على فكره انه جلد ذات، ده بيأثر على ثقتك بنفسك واتيتيودك ومظهرك وتعامل الناس ليكي. هو بيأثر على كل حاجة. الكام فكرة السلبية اللي بتفكري فيهم بالليل قبل ما تنامي او بتقوليهم، دي حاجة اوحش كتير، بتقوليهم لحد من اصحابك وانت بتتكلمي معاهم. انا مش جايه اقولك النهارده الكلام المثالي بتاع انتي حلوه وانتي تستاهلي حاجه احسن وانتي اكيد عارفه الكلام ده او مش عارفه، بس ده مش المكان بتاعه الاساسي النهارده، ومش ده الكلام اللي انتي محتاجه تسمعيه في موضع زي ده. انا جايه اقولك كلام من داخل التجربه ومن خارجها. يعني انا كنت مكانك في يوم من الايام وعشت كل ده، ولما طلعت بقيت شايفه الدايره من بره. زي حابه اشارك ده معاكم، حبيتش اخد الاستفاده كلها لوحدي صراحه. عشان نبدا الفيديو بتاع النهارده، انا فاطمه واحنا هنا في حلقات فاطمه والبنات. ما تنسيش انك تعملي لايك وكومنت برايك وسبسكرايب للقناه، ومش كومنت بس برايك، انا عايزه كومنت بتجربتك وكومنت يعني شاركيني كده الدنيا. وحقيقه انا متاثره النهارده شويه لان انا شفت صوره مش سعيده خالص قبل ما ابدا الفيديو لمازن حماده، وتعزينا اكيد لاهالينا في سوريا، وربنا معاكم لان الموضوع صعب صراحه. محدش كان يعرف اي حاجه عن المهازل دي، والسوريين يعني سبحان الله ما كانش باين حاجه ان في حاجه بكمل معاناه دي لناس كنا احنا عايشين حياتنا عادي وهم بيتعذبوا في كل لحظه. والفكره انه انتوا عارفين حاجه بنات، اما الناس مثلا عن الناس في غزة وكده اللي بيتعذبوا ماشي، اللي بيعذبوهم اجانب، اللي بيعذبوهم مش عرب، اللي ولي بس ده سوريا اللي كانوا بيكلموهم واللي كانوا بيعذبوهم، اللي سمعت الاخبار اللي سمعتها دول سوريين، يعني اللي كانوا بيعذبوا سوريين زيهم. فحسوا انه في عالم موازي محدش يعرف عنه حاجه. انا متاثره شويه صراحه، مش عارفه اقول لكم anyway، وخلينا نكمل الفيديو بتاع النهارده. بس للاسف الدنيا بتمشي واخيرا يلا بينا نبدا الفيديو. لقيت الطريقه المثاليه في ان انا اشرح الفكره بتاعه فيديو النهارده، وهي بتتلخص في نقطتين. اول نقطه احكي لكم موقف وحاجه انت بتعمليها فدي كارثه كبيره قوي، ومالهاش علاقه شويه بعلاقتك بنفسك، ولكن ليها علاقه بعلاقتك بخطيبك، جوزك، صاحبتك. انا اقول لكم القصه بتبقى ايه. مثلا انتي مرتبطه، مخطوبه، يعني متجوزه، والشخص اللي في حياتك فيه عيب، مثلا بصباص بتاع بنات، وبتبقي قاعده وشايفاه بيبص على البنات. اوعي تقولي انك هتقولي له انت بتبص على بنات، ما ينفعش دايما. والموضوع ده بجد من تجربه، ما تقوليش لحد ده انت ازاي بتبص على بنات، ده انا مش ماليه عينك، ده انت ازاي تعمل كده وانا قاعده معاك، وتهاجميه بالعيب اللي هو فيه. هو عارف ان العيب ده فيه، وممكن ما يكونش اخد باله وانتي اخده بالك من العيب ده، بس وانس انك تعترفي ان العيب ده موجود فيه، هيبدا يتعامل مع العيب ده والمشكله ده ان هو عادي. ممكن في الاول يكترث ان هو ما يزعلكيش، بس بعد شويه هيبقى عارف ان انتي تعاملتي مع الموضوع عادي وانتي عارفه ان ده عيب فيه، فبعد شويه تقبليني بقى، ما هو ده عيب فيا. بس لو تعاملتي مع الموضوع ان انتي اولا انتي مش اخده بالك ان العيب ده فيه، وتقبلت الموضوع بينك وبين نفسك ان هو ممكن يعني حسن الظن بالاخرين مفيش مشكله، وبداتي تتعاملي معاه هو كانه هو فعلا مفيهوش العيب ده، وبتقولي له ده انا اكتر حاجه بحبها فيك ان انا دايما بحس ان انا ماليه عينك، ودايما كده مش زي باقي الرجاله مثلا تكون مراته قاعده جنبه تخيل وهو عمال بيبص على الستات حواليه. مع انك تديله مثال مثلا لشخصيه ما، يعني مش لازم تبقى قريبه منك عشان ما مش عايزين حوارات، بس شخصيه مثلا كانت في حياتك قبل كده، او خطيب صاحبتك القديم كان دايما بيعمل كده واصدقائك كانت حاجه قذره، وانا كنت من الاسباب اللي تخليها تسيبه لان الراجل كده ده راجل ناقص، وازاي عارفه انت بتضخمي في العيب اللي هو اصلا فيه. بس انا يعني اكتر حاجه بحبها فيك ان العيب ده مش فيك خالص. اولا لما بتبداي تقولي للشخص اللي معاكي على العيب اللي فيه اللي هو اصلا هو مش فيه، يعني هو فيه مش فيه، بس على الميزه دي بيعزز الموضوع في نفسه. لو هو مش موجود اصلا هتلاقيه يتوجد ويتعزز فيه اكتر. كل مره هيكون جنبك وبيفكر في واحده تانية او بيبص على واحده تانية، ايه ده، لا دي مش شايفاني كده، انا استحاله اخليها تشوفني كده، هي مش شايفاني كده، هي مفخماني على الاخر. يبتدي كمان يحس بالعقل اللاواعي
انا مهتم جدا بالموضوع ده، انه انت فعلا ماليه عينيه، ومع الوقت مع تكرار الموضوع وبطريقه مختلفه وبشكل مختلف والكلام ده كله، هيبقى متاكد وباصم بالعشره ان انت ماليه عينيه، وان هو استحاله يبص على واحده تانية. ولو عدى السنين وانت خلاص الموضوع من كتر ما انت بتكرري الموضوع دخل في دماغه وبقى طبع من طباعه، والله بيبقى طبع من طباعه، اما يجي يفتكر بقى ايه ده، هو انا ازاي كنت بعمل كده؟ يعني هيستنكر الموضوع فيه جدا وهيرفضه رفض بتاتا. والموضوع ده بس مش عشان بس هو يكون بيبص على بنات، لا، في اي صفة سلبية في الراجل اللي معاكي، بخيل، اناني، بيزعق، عصبي، هي الصفة دي مش فيه. ده انا اكتر حاجة بحبها فيك ان دايما لما بيكون في خلاف بيننا وبين بعض تقعد معايا بهدوء، تتكلم معايا ببساطة. انت عارف ان انا دايما دي اكتر حاجة بحبها، مرة ورا مرة، حتى لو هو عارف نفسه، حتى لو هو مش مقتنع بده وعارف انك بتلغوشي، من كتر ما انت بجد حسنة الظن فيه ومبينه له ان انت بجد حسنة الظن فيه، هو استحالة يرجع بشخصيته السلبية دي، وهيحسن من نفسه غصب عنه عشانك. هتقولي دلوقتي ايه علاقة ده يا فاطمة بان انا بقول كلام سلبي لنفسي؟ انا هقولك الموضوع ده بالظبط هو اللي بيحصل معاكي وانتي قاعده بتجلدي نفسك بالليل، وانتي قاعده بتكلمي مع صاحبتك اصل انا مش هقدر اقدم كويس في الشغل، اصل انا عندي برزنتيشن وانا عارفه ان انا مش هعرف اتكلم كويس، ده خطيبي قال لي كذا وانا زعلته وانا عارفه ان هو مش هيسامحني عشان كل الكلام ده انتي بتدخلي جوه عقلك ان انتي فاشله، عبيطه، ما بتعرفيش تصرفي. والموضوع مش مجرد ان انتي واوقات افتكرت حاجه متخلفه جدا. اما انت بقى ايه كصاحبه مثلا وشايفه العيب ده في صاحبتك، او انت اوقات بتقنعي نفسك بالكلام ده اللي هو لا الموضوع مش مأساوي قوي كده، لا انا عارفه نفسي. انا دي حاجه من الحاجات اللي انا عايزه اغيرها في 2024 بجد، اللي انا ابطل اشتم. بخصوص الموضوع ده الفيجن بورد الفيديو بتاعه قرب جدا، لانه انا كنت بشتغل عليه الفتره اللي فاتت، وان شاء الله الفيديو هيبقى، انا ما بحبش امشي ورا الترندات اللي هو يلا نعمل فيجن بورد، لا بجد الفيديو ان شاء الله هيبقى مفيد ليكم، لان انا بحب احتوي اكبر عدد من المعلومات عشان اطلع فيديو كويس، فان شاء الله يعجبكم. خلونا نرجع لنقطتنا تاني. بطلي اصل انا عارفه نفسي يا بنتي، اصل انا عارفه الشخصيه دي كويس جدا، دي فيها كل الصفات السلبيه اللي في الدنيا. ليه تفضلي تقولي لنفسك ان انت عارفه نفسك وان انت بالشكل السيء ده؟ لو انت هنا دلوقتي عارفه انك بتقولي لنفسك كل الكلام السلبي ده، تعالي اقولك على 5 حاجات يخليك تتخطي الموضوع ده وتحوليه 180 درجه. وكمان هقولك في الاخر ازاي الموضوع ده بجد بيأثر جدا في كل حاجه في حياتك. اول ما تكتشفي ان انت بتقولي الكلام سلبي ده لنفسك وركزي هتلاقي نفسك بتقوليه. كلنا قلنا كلام سلبي كتير قوي لنفسنا. في حاجتين احنا في الاول، فوق الحاجتين احنا محتاجين نتقبل ان انتي مش لوحدك اللي بتعملي كده، وانه طبيعي ان في وقت من الاوقات نعمل كده. انا عن نفسي سايبالي يعني بجد كنت لسه بقول لصاحبتي الموضوع ده، سايبالي كده 2-3 اللي هي الهرمونات اما بتبقى هبه 2-3 انا لا اعاقب نفسي على المشاعر السلبيه اللي انا حاساها دي. هما 2-3 بتوعي بعيشهم بكل المشاعر السلبيه اللي في الدنيا، مش بفضل اقول انا ليه بفكر كده، لا بعيط وبتضايق وبجلد نفسي وخلاص، وعارفه ان هي ايه. قبل ما بخش في المود ده بقول لنفسي انا عارفه ان هي هرمونات، فتقبليها وعيشي، لان انت مش عارفه تغيريها دلوقتي قد الموقف. وانس ان الهرمونات دي بتروح خلاص كأنها ما حصلتش. ليه؟ لان انا حطيتها كده في مكان لوحدها، وقتها خلص بتنتهي، مش بتفضل بقى مقصره معايا على بقيه الشهر. تخيلي لو في مره ما قلتش لنفسي ان دي هرمونات وان ده في خلل جوه ما قلتش الكلام ده لنفسي، هبقى شايله هم طول الشهر وطول الوقت ان انا قد ايه كنت اليومين دول سلبيه جدا ووحشه جدا، والموضوع هيأثر عليا لان انا ما فصلتهوش عني. انتي محتاجه تتقبلي اول حاجه فيهم ان في يومين جلد، 3 ايام، اسبوع بالكتير جلد على كل الحاجات اللي انتي عملتيها في حياتك وحشه، وانك تتقبلي فكره ان دول مش حياتك، دي هرمونات. تاني حاجه تتقبلي فكره ان كلنا بنغلط. بنات الفكره لو اوقات بنحس ان احنا لازم نكون احسن ناس في الدنيا، ولازم طول الوقت نكون بنقدم حلو، نكون بنعمل كل حاجه حلوه، وان حياتنا كده تكون ماشيه صح في شغلك، في دراستك، في علاقاتك. بس ده دي مش طبيعه الحياه، كلنا بنغلط. وتقبلي فكره ان انتي عملتي حاجات غلط عادي، وبجد بجد
كلنا عاملين كوارث ومحدش يعرف عنها حاجه، كلنا عملنا حاجات غلط، كلنا فشلنا دراسيا في فتره من الفترات او في فتراتنا كلها. احنا اشتغلنا وسيبنا الشغل وعملنا صحاب وسيبناهم وطلعوا مش كويسين واحنا طلعنا مش كويسين، فعادي. ومش معنى ان احنا طلعنا مش كويسين في فتره ان دي حقيقتنا. طول ما انا رافضه الموضوع ده فيا وعايزه اصلحه فيا ما فيهاش مشكله. اما تلاقي نفسك في الزون ان انت بتجلدي نفسك او عماله بتقولي داخله مثلا موقف راح تقدمي في برزنتيشن في حاجه مهمه جدا في شغلك او ايا كان، وانا مش هعرف اعمل وانا مش وانا كل الكلام السلبي اللي في الدنيا بقى اتحط على دماغك، محتاجه تسالي نفسك سؤال. وانا دايما بسال نفسي السؤال ده، هل انا عندي دليل على الكلام ده؟ يعني انا مثلا اتحطيت في نفس الموقف قبل كده وفشلت فيه او عملت ما قدمتش فيه حلو، ما بحبش كلمه فشلت دي صراحه قاسيه جدا على كنا بني ادمين يعني، وما قدمتش فيه حلو. طيب لو انا عندي دليل كان ايه الاسباب؟ يعني انا كان عندي برزنتيشن في مكان معين او في علاقه معينه وانا سبت صاحبتي بطريقه بايخه جدا، انا كان عندي اسباب، اكيد ما اتهبلتش انا يعني، اكيد كان عندي اسباب، سبب 1 2 3 كان عندي غلط في واحد منهم. لان طول ما انا عندي دليل لغلطه معينه يبقى دي كانت قضيه بعيده عن كل القواضي اللي انا داخله فيها في حياتي. والحاجه التانية ان هو يكون مجرد احساس من نفسي خلاص، اللي هو انا حاسه ان انا هعمل حاجه وحشه، ان انا حاسه ان انا هكلم صاحبتي بطريقه بايخه، ان انا حاسه ده، انت كده محتاجه تستغطي وتنامي. كل حاجه فيكي وكل حاجه عامه، بس احنا بنتكلم دلوقتي عنك انت بسبب نظرتك انت ليها. يعني هي ليست سيئه بالتحديد لان هي سيئه، هي سيئه لان انت وصلها ان هي سيئه. ارجوكي غيري نظرتك لنفسك. الموضوع بنات، انا نفسي العالم كله يفهم النقطه دي. مفيش حاجه وحشه وحاجه حلوه، في حاجه انا بشوفها وحشه وحاجه انا بشوفها حلوه. انا عندي نفس الحاجه، اوكي، انا عندي نظرتين ليها، نظره حلوه ونظره وحشه. شوفي انت عايزه تختاري تبصي لها بانهي نظره. غيري نظرتك لنفسك، غيري نظرتك لاخطائك، بدل ما انا غلطت ونيلت الدنيا وانا مش عارفه الناس هتسامحني ازاي وانا مش عارفه، لان هو الحمد لله انه ده اللي حصل لحد كده، اكيد ربنا دايما كاتب لي الاحسن، وان كلنا بنغلط، وان مفيش مشكله ان انا غلطت المره دي، اكيد كان عندي اسبابي وان انا اتعلمت منها، ان شاء الله المره الجايه ما غلطش ما كررش نفس الغلط. ما قعدت في زون ان انا بقيت دلوقتي اسوأ واحده في العالم، وباي ذا واي انتي مش اسوأ واحده في العالم، يعني احنا بنشوف في العالم حاجات سيئه اسوأ بكتير من اللي انت بتعمليه. اكيد شفتيها ان هو حاجه بتطور في شخصيتك وبتعلمك وبتعلم اللي حواليكي. كمان من الحاجات اللي انت لازم تعمليها في رحله تصليحك لنفسك وتصليح جلد الذات دي، ان انت بالراحه على نفسك. يعني شايفه انا بقولك لازم تاخدي الموضوع بانهي نظره وفي حاجات عمليه تعمليها وكده، بس بالراحه على نفسك. يعني في رحله وانت بتصلحي من اخطائك، وفي رحله ان انت بتبطلي تجلدي نفسك وتقولي كلام سلبي على نفسك طول الوقت. طبيعي في مره من المرات اهو انا اوقات بحس ان انا افشل واحده في الدنيا وان انا اكتر واحده في الدنيا متعرفش تعمل حاجه، بس دي مش حقيقه، مش عارفه ليه مش حقيقه بس انا احساسي الداخلي ان هي مش حقيقه. دلوقتي انا اتكلمت عن الحاجات العمليه اللي تعمليها علشان تصححي من الموضوع ده. تعالي اقول لك بقى الحاجات الكارثيه اللي بتحصل وانس انك عماله تقللي من نفسك قصاد نفسك وقصاد اللي حواليكي. انت عارفه لو بتجلدي نفسك كل يوم مع نفسك، ده هيظهر على المدى الطويل شويه، ولكن ده اهون بالنسبه لي عن انك تفضلي تتكلمي مع صاحبتك ولا مع اهلك ولا مع جوزك ان انت ابشع واحده في الدنيا. بصي اقسم بالله العظيم يا بنتي، الحاجه اللي انت بتقولي عليها قصاد اي حد دي بتاعتك. اما واحده من صحابنا بتيجي تقول لنا ده انا ما بعرفش اتكلم، ده انا خلاص، هي واحده ما بتعرفش تتكلم. وانس ان احنا اتحطينا في اي مكان وعايزين حد فينا يطلع يتكلم في حاجه، هي اول واحده بره، حتى لو هي من جواها حاسه ان انا ممكن اعرف اتكلم حلو، بس هي اول واحده بره، وعمرنا ما هنرجع نثق فيها ان هي تعرف تقدم حاجه. فهم مبدئيا حاجتين، اولا كلامك السلبي هيظهر عليكي لان انا واحده طول الوقت عماله بقول انه انا بجد ما بعرفش اتكلم، وان انا حاسه ان انا لو طلعت اتكلمت في البرزنتيشن ده، انا يعني مش عارفه ليه بتكلم في الشغل بالذات، بس هي اكتر حاجه ممكن تظهر علينا عشان اختلاط بناس كتير، هنيل الدنيا، وان انا مش هعرف اتكلم مع المدير حلو، او انا جوزي اكيد مش هيسامحني على الغلطه اللي انا عملتها، او انا اصلا هبقى انت شفتي انا وصلت لفين، انا هداخله كده يعني.
وهتكلم كده الكلام السلبي كله اللي انا ما قلتوش لاي حد بس قلته لنفسي هو ظهر عليا. بس لما بتكلم انه ان شاء الله انا هقدم حلو، مش معنى انا غلطت قبل كده هغلط تاني، وان انا محضره كويس واثقه في ربنا واثقه في نفسي ودخلت وقدمت حتى لو نيلت الدنيا مش اخر العالم. تاني حاجه زي ما قلت لك، لو انا اللي بنشر ده عندي بقى، بنشر قله ثقتي بنفسي عني للناس كلها، هما هيحطوني في انهي جنب؟ وانا هبقى دايما ايه؟ الشخص اللي غير مرغوب فيه، اللي دايما سلبي، اللي دايما شايف نفسه بطريقه وحشه جدا. محدش محتاج خالص ان يكون في حد في حياته دايما شايف نفسه بشكل وحش، ولان محدش محتاج الشخص ده في حياته للاسف الشديد. محدش هيصلح الشخص ده. الاول بنتعاطف معاه، وهتلاقي مثلا صاحبتك السلبيه اللي طول الوقت بتقول عن نفسها كلام وحش قوي، هتبقي في الاول متعاطفه معاها وبتحاولي تساعديها وبتحاولي تحسيها ان هي احسن. بس هي لو مش بتساعد نفسها ومش بتحسن من نفسها، انتي خلاص يعني مش هتكرفي والله. يعني خلاص هي مش هي كده، انا اعمل لها ايه؟ فاول ما تصلحي نفسك، او الشخص السلبي اللي طول الوقت مقلل من ثقته في نفسه يصلح نفسه بجد، والله العظيم انا اهو جايلكم من هناك، كل حاجه في حياتك هتتغير. واخر حاجه انا حابه اقولها في الفيديو دي، مش محتاجه ان انت تكوني اشطر واحده في المكان او احسن واحده في الدنيا او احسن زوجه. في الاول محتاجه ان انت تكوني احسن شخصيه لنفسك، محتاجه ان انت تكوني كويسه، عشان ده يأثر على نفسك وعلى بيتك وعلى اولادك وعلى شغلك وعلى كل حاجه انت مهتمه ان هي تكون في حياتك. عشان تبقي كويسه انت اللي هتخلي نفسك انك تبقي كويسه، ونظرتك لنفسك زي ما هي شايفه كل الكلام السلبي ده قادره في لحظه تتغير. بس كده، دمتم سالمين والسلام عليكم.